السلام عليكم. اليوم غادي نديرو خبيز ديال الدار بدقيق القمح الكامل. غادي يكون زوين ومفشفش بطريقه اللي هي زوينه ومبسطه. غادي ناخذ تقريبا كيلو الا ربع ديال الزرع وغادي نغربلوه مزيان. غادي تبقى لنا ديك النخاله غادي نديروها في واحد الاناء بوحدها، وغادي ناخذ تقريبا 100 غرام ديال الفورص اللي غادي نغربلوه. ضروري ما كنغربلو دقيق باش يعطينا كاليتي زوينه في العجينه. من بعد غادي ناخذ شويه ديال النخاله، غادي ناخذ منها واحد الحفينه بحال هكا ونزيدوها. غادي ناخذ الملحه والخميره، كل حاجه غادي نديروها متباعدين على بعضياتهم. ديك الساعات غادي نبقاو كنعجنوا الماء غادي يكون غير من الروبيني عادي، ما غاديش ناخذوا الماء اللي هو دافئ باعتبار دابا الجو سخون بزاف. من بعد غادي نبقاو نزيدوا في الماء ونعركوا كيف ما هو متوضح في الصوره. هي كنديروا بالبواني اي بحال اللي كنبركوا عليه هكا بصبعنا، ولا كنبقاو تنتنيو العجينه وحنا كنزيدوا الماء بشويه بشويه حتى كتولي العجينه عندنا خفيفه. كنجمعوا الاطراف الجنب على الجنب بحال هو اللي واضح في الصوره، وهكا كتجينا عجينه ساهله ومتبسطه وما كتعذبناش في العريك. صافي هكذا. من بعد ملي غادي نشوف لاباط كتبان لينا بان بدات كتولي خفيفه، ما خصهاش تكون قاصحه ولا تكون خفيفه بزاف، يعني راه كتبان لنا في الصوره اننا كنجربوها هكا باطراف الاصابع فكتبان لنا بانها زوينه. من بعد غادي ندير واحد شويه الزيت مع شويه الماء او ناخذ الزبده، حتى هي يمكننا نديرو هكا طريف ديال الزبده شي 50 غرام بحال هكا ديال معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نزيدوها على العجينه ونبقاو نديوها في الجناب ونعركوها عاوتاني مزيان. نزيدو قطيره د الماء الا بغينا ماشي مشكل. جهد ما كتباننا بانها صافي ولات زوينه وخفيفه. ملي تنقولوا خفيفه يعني راه ماشي خفيفه جاريه بزاف، يعني تقريبا راه كتجيك العجينه مزيانه وسهله الهزان باش كيجي الخبز خفيف ومشفوف. من بعد غادي نغطيوها بفيلم اليمونتير او بلاستيكه ونخليوها تخمر مزيان. الا بغينا نخمروها المره الثانيه ديك الساعه تنعاوتاني نخلطوا شويه العجينه ونعاوتاني نخليوها ترتاح المره الثانيه بحال طريقه البيتزا. صافي ديك الساعات غادي نديروا واحد الاناء اللي غادي يكون فيه الماء، وداك الاناء الاخر غادي يكون فيه الزرع او تكون فيه النخاله، نتينا وشنو بغيتي. من بعد غادي نبداو نشكلوا كويرات كيف هو متوضح في الصوره، وغادي ناخذ كل كره وكنفزقوا يدينا بالماء وكنديروها في ديك الاناء اللي كتكون فيه النخاله. من بعد كنقل تنديروهم الطبسي اللي غادي يدخل الفران، وكنحاولوا نقرصوه غير بشويه بالقاعده ديال اليد ديالنا من الجنيبات. وهذه طريقه مبسطه بزاف باش كيخرج لنا الخبيز. الا بغيتيه يجيك ما غلطش بزاف كترققو شويه، ولا بغيتيه يجيك شويه غليظ كتخليه شويه عالي فما كترققوش بزاف. صافي كنخليوه يختمر. كنديروا شويه ديال الزرع هكذا من الفوق وكنديروه يختمر. الوقت اللي كيختمر راه كتكون باينه لينا. هي كنتقبل الخبز بالفرشاد او تنديروه بالسكين تنشرطوه بحال هكذا. صافي الفران تيكون سخون على 250 درجه. كندخلوه على حسب في الرف الوسطاني او اللي ما تحت منه. الا كان عندك جوج ديال الطباصل تنخليوه يطيب، كنردو بالنا ليلو، وملي كيولي مورد ومذهب مزيان كنخرجوه وان شاء الله يجيكم حتى هو كيف كيبغيه اي واحد. ولا بقات شي وحده ما طايباش شويه بزاف يمكننا نحتفظوا بها في المجمد، ومنين بغيو نسخنوه ديك الساعات كنجبدوها الوقيته اللي كيكون كيسخن فيها الفران وكنسخنوه كيكتمل داك التحمار ديالو وكيجي مذهب وزوين. شكرا على المشاهده ديالكم، بالصحه والراحه، وفي وصفه واحده اخرى ان شاء الله.